وده كان شكل الحمام الكداب معانا. ايوه، الحمام الكداب انا عملته برقبة البط او الفراخ، ما عملتوش بالوراك زي ما احنا متعودين، ودوت الحل الامثل لو ما كانش عندك حمام او لو ما كانش عندك فراخ. تعالوا شوفوا انا عملت ايه. ده كان هنا الرز مفلفل وجميل جدا، اصلا تقريبا كانت احلى من الحمام واكبر منه. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا عملت الحمام الكداب بطريقة جديدة شوية. المفروض ان احنا معتاد يعني بيتعمل بالوراك بتاعة الفراخ، وحتى بتبقى مخلية كده خلية معينة، وعشان ما تبص منك في البيت بنروح نقول للفرارجي عاوزين فراخ الحمام الكداب، اللي هو بيبقى اصلا مطلع منها العظم عنده جاهزة، وتجيبيها انتي وتعمليها وهكذا. الفكرة دلوقتي ان انا في المرة دي ما كانش عندي فراخ، وكان عندي حمام. الحمام ما كانش كافي على العدد بتاعنا، فانا كنت عاوزة 5 حمامات، ما كانش عندي غير 3 بس. رحت ساعتها جبت، كان عندي انا بطتين يعني شايلاهم في الفريزر، رحت قطعت الرقابي بتاعتهم وعملتهم معاكم زي ما انتوا شايفينهم. فحقيقي طريقة موفرة جدا وبسيطة، والعشوة عدد ومفيش حد زعل ولا اي حاجة. فلما تتحطي في موقف ما تزعليش، وفكري وخليكي متجددة ومرنة مع الموقف والموقع اللي انتي محطوطة فيه، ومفيش اي حاجة تزعلك في الدنيا. دوت اللي حصل معايا. الحمام ما كانش كافي وما كانش عندي فراخ، فساعتها فكرت ان انا اعمل الحمام الكداب بالطريقة دي، وسهل جدا وبسيط. كل اللي انا عملته قطعت الرقبة من فوق، ورحت مطلعة منها من غير ما افتحها، يعني قطعت رقبة البطة كده على بعضها من غير ما افتحها، ورحت مطلعة الرقبة زي ما انتوا شايفينها كده. يبقى هي مفتوحة من فوق ومن تحت بس، مش مفتوحة من الجناب عشان ما تبص مني، واكيد مش هقعد اخيط ده كله بقى. كل اللي عملته ان جبتها خيطتها من جنب واحد، وبعدين هحط فيها الخلطة بتاعتي واقفلها من الجنب التاني. في ناس بتعملها بالكبريت، ولكن بعيدان الكبريت كده ان انت تشيلي جزء منه اللي هو جزء الكبريت السلفر دوت عشان اكيد سام، والخشب بقى تحطيه في الجلد. ولكن انا مش بحب الطريقة دي، لانه بيطلع في ساعات في الشوربة، وبيطلع الرز، وبتبقى طريقة مش مجدية نوعا ما. عشان كده قلت اخيطه. الخيط كنت غسلاه ومنضفاه جدا، وكذلك الإبرة، فما فيهوش أي مشكلة. جبتها خيطتها من الناحية الكبيرة الأول، وبعدين بدأت أحشيها رز. الرز دوت هو ده الرز اللي أنا كنت عاملاه في خلطة الحمام العادية جدا، ما فيهوش أي صنعة، اللي هو بالتخديعة العادية مش أكتر ولا أقل، اللي أنا كده كده أصلا حشيت بيه الحمام عشان يبقى طعمه زي طعم الحمام بالظبط، ومحدش يزعل، ويبقى كل كل حمام. حرفيا اصلا كان طعمها احسن من الحمام، انا اكلته ومرضتش اكل الحمام. المهم جبتها وقعدت كده ادخل فيها الرز بالمعلقه. نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نحطش فيها رز كتير عشان يطيب. الرز زي ما انتوا عارفين بينفش، وهيزيد حجمه، هيزيد لما يطيب في الشوربه، فعشان يطيب ويبقى طعمه حلو وما يعجنش منك. فانا اللي جبتها كده قعدت احط فيها الرز وادخل بالراحة بايدي، وبعدين رحت خيطتها من الناحية التانية. طبعا اعمليها بالطريقة اللي انت عاوزاها، يعني مش هتفرق، عاوزة تخيطيها خيطيها، عاوزة تحطيها بالكبريت زي ما تحبي. عاوزة تعملي خلطة تانية للرز مفيش اي مشكلة. في ناس بتحطوا عليه كبد وقوانص، انا تقريبا كنت مقطعه بس كان صغير جدا، كان بتاع الحمام عشان كده مش باينه اصلا، فمش هتفرق. وهبقى اعمل خلطات كتير، وفي وصفات كتير جدا اصلا للرز وللحمام عموما، وكنت منزله قبل كده فيديو للحمام، هنزله وهبقى احطه لكم في صندوق الوصف. وهعمل لكم ان شاء الله وصفات تانية كتير للحمام الكداب والحمام بشكل عام والخلطات بتاعته، لان ليه كذا طريقه جدا نقدر نشكل فيها الرز ويبقى طعمه جميل جدا في كلا الحالات. وفي بيتعمل طواجن، وفي بيتعمل في الفرن، وفي بيتعمل على البوتاجاز. وبرضه الحمام الكداب في ناس بتشويه، وفي ناس بتعمل له وصفات وتتبيلات، وفي ناس بتعمله على البوتاجاز. انا النهارده عملته على البوتاجاز، قليته كده عادي. فهنا بعد انا ما حشيت فيها الرز بدأت ان انا اقفلها من الناحية التانية، ولا اكتر ولا اقل، وسبتها على كده في جنب، وبعدين هجيب التانية. طبعا هي ما بتاخدش طياب كتير زي يعني الطير وكده، لو انتي حطاه مع فراخ او بط او اي حاجة، فحطيها مع الحمام بعد ما تكوني انتي اصلا حطيتي الطير فترة على النار.
ما تحطيهاش من الاول عشان ما تتهريش، يا اما تبقي واخده بالك ان انت ما تحطيهوش تطلعيه في النص يعني. انا عن نفسي على طول ما بحطش الحمام مع البط من الاول خالص، بحطه بعدها بحوالي يعني تلت ساعة كده، وبيكون في وقت كتير قوي ان لسه الشوربة هتغلي كتير، فمخافيش مش هتطلع زفرة ولا اي حاجة، بس عشان الحمام ما يتهريش منك، واصلا طعم شوربته بتبقى متغيرة. تمام. فما بحبهوش يغلي مع البط كتير. ده هنا كده انا جبت الرقبة التانية، هما اصلا كانوا اللي عندي اتنين بس عملتهم. فجبت هنا التانية وبدأت اخيطها. الهدف من الفيديو ده ومن الوصفة دي هي فكرة جديدة وجميلة ممكن نجربها على سبيل البهجة والسعادة، ان احنا نغير عادي في الاكل او نفرح ولادنا او كده، لان هم زي ما انتوا عارفين الاطفال بتحب اي حاجة متغيرة وخلاص. ولكن الفكرة الاسمى منه اللي هو تبقي متماشية ومرنة مع اللي يعني الموقف اللي انت فيه، ما تخليش حاجة تزعلك، ما تخليش حاجة تأثر عليكي، ما فيهاش اي مشكلة لو جيتي في يوم لقيتي عندك حاجة ناقصة، سواء في اكل في شرب في لبس في اي حاجة. فحاولي تعايشي وتتمايشي مع الواقع، ما تزعليش وما تخليش تفكيرك جامد. كلنا بنتحط في الظروف دي، سواء الحلو او الوحش مننا برضه بيتحط في الظروف دي. فخلي الدنيا بسيطة عليكي، يعني حاجة زي دي اللي هو عرفت اتصرف فيها واحل المشكلة، فالموضوع عدى ببساطة. ما كنتش حاسة اني زعلانة او الموضوع مؤثر في نفسيتي خالص. الحمد لله على كل حاجة وعلى اي حاجة ربنا بيحطك فيها. فانا كنت فرحانة اني استغليت الموقف صح. فانا كان قصدي في كده، عاوزة اديكوا بس النصيحة دي مش اكتر ولا اقل. طبعا في ناس ممكن ما تحبش لون الخيط كده وهو ظاهر فيها، فاحنا ممكن نحط لون تاني، ممكن تعملوه بلون ابيض عادي، مفيش اي مشكله. بس انا كنت غاسله الخيط كويس، وكنت غاسله ال الابره برضو كويس، فعشان كده وحاجتي كده كده فانا متاكده من نظافتها يعني، فعشان كده عملت بيها عادي. تمام. دي كانت اكبر بقى فحشتها اكتر، و وبعدين سلقتهم طبعا اكيد الاول، وبعدين حمرتهم في الزيت. بس بنلاحظ ان دايما جلد البط بالذات بيبقى اصلا مختلف، في السمك بتاعه، ففي لون بيبقى فاتح شوية، وفي لون بيبقى غامق قوي. حتى في التحمير يعني عشان ما تنشفش منك، في لون بيبقى فاتح شوية وفي لون بيبقى غامق قوي. دلوقتي هوريكي الفرق بينهم، يعني هما كانوا اتنين وكان في فرق بينهم. دلوقتي هوريكي الفرق بينهم في اللون كان عامل ازاي، واكيد انتوا خدتوا بالكم منه اول الفيديو. لو لسه مكمل معايا لحد دلوقت، يا ريت تشير الفيديو وتحط لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، لان دعمك اكيد هيفرق معانا. شايفين الفرق بينهم؟ ادي هنا بعد ما طابوا زي ما قلت لكم في فرق في اللون ازاي، واحدة حمرا خالص والتانية فاتحة شوية، مهما سبتها في الزيت حرفيا لونها مش بيتغير، وجربت كده كتير. ده بيبقى على قد سمك الجلد معاكي، وشكله كان مفلفل وروعة في الاخر.